باتت إدارة فريق الرجاء البيضاوي مطالبة بتسديد مبلغ 520 مليون سنتيم لفائدة المدرب السابق للفريق محمد فاخر في أجل أقصى 17 ماي المقبل، وإلا فإن الفريق سينزل مباشرة للقسم الثاني تنفيذا للحكم الذي قضت به محكمة التحكيم الرياضي الطاس. ويعد حكم محكمة التحكيم الرياضي نافذا وغير قابل للطعن أو الاستئناف، على اعتبار أنه ليس الحكم الوحيد الصادر ضد الفريق. وقضت المحكمة بوجوب أداء إدارة الفريق مبلغ 520 مليون سنتيم فقط، رغم أن فاخر كان قد طالب بمستحقات تصل إلى 734 مليون سنتيم. لكن المحكمة أخذت بعين الاعتبار أن فاخر تولى تدريب فريق الجيش الملكي في الموسم الذي تلاه نزاعه مع الرجاء، واعتبرت أنه لا يمكنه أن يتقاضى أجره من الرجاء والجيش في نفس الوقت، وعليه خصمت مبلغ 230 مليون سنتيم من المطالب المالية التي تقدم بها، وفق ما جاء في صحيفة المساء في عدد يوم الجمعة.